من المفاهيم الجغرافية الحديثة مفهوم الحق في البحر. حقيقة أنا دايما بفتكر هذا المفهوم وبتكلم عليه مع الطلاب والأصدقاء لما بسمع كلمة إحنا رايحين الساحل الشمالي. كواحد بيعرف جغرافيا أو بيشتغل في الجغرافيا بسأل أنهي ساحل شمالي؟ فيقولوا ما فيش غير ساحل شمالي واحد. الحقيقة الناس بتشير إلى الساحل الشمالي الغربي اللي هو ساحل شمال الصحراء الغربية باعتباره الساحل الشمالي. والغريب انه هذا الساحل اللي ممتد من الاسكندريه لغايه السلوم في شمال الصحراء الغربيه الى الغرب من الاسكندريه لا يزيد عن 50% من الساحل الشمالي. الساحل الشمالي المصري بيمتد من رفح على حدودنا مع فلسطين لغايه السلوم بطول حوالي 1000 كيلومتر. فاحنا لما نقول احنا رايحين الساحل الشمالي الحقيقه المفروض نكون قصدنا رايحين ساحل شمال الدلتا ورايحين ساحل شمال سيناء ورايحين كمان الساحل الشمالي الغربي اللي احنا بنعتقد ان هو ده الساحل الشمالي. انا اعتبرت دي مدخل للتنبيه الى انه التعريف بانه الساحل الشمالي هو ذلك الساحل الواقع الى غرب الاسكندريه في ظلم لبقيه قطاعات الساحل. يعني في بعض الاوقات كان في تصنيف يعني كده طبقي مش عايز اقول عنصري الى انه ساحل شمال الدلتا من أبو قير لغاية مثلا بورسعيد كانوا بيعتبروه ساحل للمصطفين من الأرياف، ده يروح يعني يصيف فيه الناس اللي جاية من الأرياف، إنما علية القوم والأثرياء وأهل المدينة يروحوا اسكندرية والعجم. وظهرت طبعا مصايف للقادمين من الأرياف أو الطبقات الأقل طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. وفي سبعينات وثمانينات القرن العشرين يعني في أول التسعينات الضغط على اسكندرية زاد فانتقل الأثرياء إلى العجمي، ضاحية غربية ما كانش فيها غير دير مسيحي إلى الغرب منها ومنطقة إما يعني تابعة لحرس الحدود أو فيها منشآت للدولة، منطقة يعني مفتوحة على البحر فزحفت عليها يعني الضغوط البشرية وتحولت العجمي النهاردة إلى منطقة شعبية. بعد ما كانت منطقة للأثرياء أصبحت منطقة متكدسة أيضا. اللي كانوا مشتريين في العجمي وعايزين يعيشوا في طبقة اجتماعية أعلى بدأوا يتجهوا غربا. إذن ظهر عندنا مصطلح اسمه الزحف السياحي غربا. هو في الأساس الناس كانت بتطلع إلى البحر الشمال رايحين وجه بحري رايحين يصيفوا، فبدأ الاتجاه غربا فبدأنا نتوغل على حساب البحر المتوسط لغاية ما بقى الساحل الشمالي الغربي كله هو قبلة السائحين الأثرياء. من الحاجات المضحكة والطريفة مش عارف إذا كانت مؤلمة ولا لا إنه الناس النهاردة بتصنف الساحل الشمالي الغربي ده اللي كان كله للأثرياء إلى ساحل طيب وساحل شرير. يعني في آخر 10 سنوات ظهرت العلمين الجديدة وبالتالي ظهر معها نمط بالغ الرفاه والرخاء في السياحة وبرضو طبقة اجتماعية واقتصادية مميزة جدا، وبالتالي بيقال عليهم يعني على سبيل الدعابة ساحل شرير في مقابل الساحل الطيب اللي هو إلى الشرق من العلمين اللي هو أصلا ساحل أثرياء ولكن أقل في الدرجة من إلى الغرب من العلمين. كل هذه المجتمعات سواء الغرب من الإسكندرية لغاية العلمين أو ما بعد العلمين دي كلها مجتمعات بنسميها مجتمعات حصرية أو أغلقت البحر إلا على فئة دون غيرها. يعني في أسوار وممكن نديها تجاوزا مصطلح الجغرافيا المحرمة، يعني الجغرافيا التي يحرم على غير الأثرياء الدخول فيها. طيب هل المصطلح ده مصطلح علمي؟ لا، ده مصطلح ثقافي. مصطلح ثقافي بمعنى ان في اماكن اصبحت حق حصري ولم يعد لعموم الناس الحق في البحر فيها. احنا عايزين نأكد انه الانسان بشكل عام له حق في البحر والنهر والصحراء وله حق في الهواء والسماء. طبعا دي كلها يعني معلومات مدرسية انه الانسان له حقوق زي الحق في الاعراب عن رايه والحق في الماء والهواء والطعام والشراب وكل والامن والسلام. فمصطلح الحق في البحر بيعني ان احنا عندنا مشكله انه على مدار مش بس ال1000 كيلو متر من رفح الى السلوم كمان عندنا 1000 كيلو متر اخرى على البحر الاحمر. فبندعو انه في المستقبل إذا كنا في الفترة الأخيرة انتبهنا فقط لحقوق طبقة ثرية عندها القدرة للوصول إلى البحر، إنه آن الأوان للانتباه إلى تخصيص القطاعات المتبقية تظل مفتوحة لعموم الشعب، لأنه البحر
زي النهر وزي الصحراء وزي كل المصادر الطبيعية هي ملكية مشتركة لكل البشر، من حقهم طالما بيعيشوا في هذا الوطن إن هم يصلوا إلى البحر. هي أصلا كلمة الحق في البحر معناها الحق في الوصول إلى البحر. الموضوع حقيقي مش مجرد رغبة في ان الناس تروح تستحمى في البحر او تقعد على البحر تحت الشمس تفرد جسمها وتسترخي او تنزل يعني شوية في المية. ده موضوع، دي عوائد بدنية او جسدية، في عوائد روحية مهمة جدا جدا. الانسان وثيق الصلة بالاماكن المفتوحة، قدرته على العطاء، على الابداع، القدرة على الحركة، مجرد النظر لاماكن مفتوحة دي بتخلي الإنسان عنده قدرة على الإبداع والعطاء وعنده قدرة على استئناف الإنتاج. احنا مش الإنسان بيحتاج ينام وياخد يوم راحة ولا يومين في الأسبوع، كمان البحر ده والهواء والصحراء والأماكن المفتوحة بتدي الإنسان فرصة إنه يستعيد الطاقة ويجدد قدرته على العطاء. وبالتالي إذا أردنا مجتمعا منتجا مثمرا قادرا على العطاء فلابد له من الوصول إلى البحر والصحراء والنهر والأماكن المفتوحة أو غيرها من حقوق الإنسان اللي هي حق أصيل، زي الحق في المعرفة والحق في التعليم وغيره من الحقوق الأساسية للإنسان في البيئة الجغرافية.